مساء الخيرات والسعادة عليكم. واحد بيشوف ناس بتكتب كتاب مأذون ولابس كاكولا وعمة وبيعمل مسخرة وقلة أدب والله. يعني أنت كمأذون راح تكتب كتاب، راح طالع واحدة عريانة ومنزلك ماما وقاعدة مالت وأنت قاعد تكتب كتابها، تقبل إزاي؟ ده أنت راجل دين. ما أنت رايح بالكاكولا والعمة تبقى راجل دين. لو أنت مأذون بالوكالة أي حد ولابس تيشيرت وكاجوال أنت حر، لكن الكاكولا والعمة اللي أنت لابسهم دول والعمامه دي معناها ان انت راجل ازهر. ازاي تبقى راجل ازهر وتقبل انك تقعد جنب واحده عريانه؟ ده اولا. ثانيا المأذون اللي طالع في الفيديو اللي انا مشيره ماسك ايديها وعمال يبصمها، انت ماسك ايديها ازاي يا شيخ؟ بلاش دين، خليها رجوله يا اخي، عيب. شاور لها على مكان البصم. انت طالع تستظرف، انت طالع تستظرف وانت بتعمل حاجه حلال ربنا. ازاي طيب؟ يا جماعه اتقوا الله. اللبس اللي انت لابسه ليه احترامه وليه وقاره. شيخ الازهر لما بيروح الدول بيضربوا له تعظيم سلام عشان اللبس اللي لابسه. فعيب انك تمرمطه بتصرفاتك العبيطه اللي انت بتعملها. يتوب علينا ربنا.